مين بيقول ان الرجاله ما بتعرفش تعمل السينابون؟ ده انا النهارده هعمله احسن من البراند كمان. دي المكونات اللي هنستخدمها في عمايل السينابون الرهيب. نحط كوبايه ميه دافيه، وبعدين نحط 3 معالق سكر كبار. ركزوا في المقادير: بيضه بدرجه حراره الغرفه، ونص كيس خميره فوريه. وسر السينابون في بونو بلس نحط معلقه صغيره من بونو بلس، وبعدين نحط نص معلقه ملح صغيره، ما تكتروش. هنضرب المقادير دي كلها مع بعض لحد ما تمتزج مع بعض، ونجيب معلقتين زبده كبار. لو ما فيش زبده يبقى سمنه، ما فيش سمنه يبقى زيت، اي ماده دهنيه. والدقيق هنا نجيبه متعدد الاغراض، يصلح لجميع الاغراض زي ما هو مكتوب. هناخد 3 كوبايات كبار ونبدا نمزج الخليط كله مع بعض. ولو حسينا ان الخليط محتاج دقيق نحط شويه دقيق كمان. ننزل بقى على الرخامه الجميله، نبدا نعجن حوالي 10 دقايق عجن مستمر لحد ما تحس ان العجينه بقت زي الملبن تحت ايدك وما بتلزقش في ايدك تماما. وعشان تنجح معانا عجينه السينابون لازم تعملوا الخطوات اللي انا عملتها بالترتيب، ولا تزود حاجه ولا تنقص حاجه، لحد ما تلاقيها طريه في ايدك كده وزي الفل. تجيب العلبه بتاعتك تحط فيها دقيق ورشه دقيق فوق العجينه وتقفلها وتسيبها تخمر نص ساعه. تعالوا بقى نعمل الصوص الابيض اللي مجنن الناس. اسهل من كده مفيش. نجيب 3 معالق كبار سكر بودر، وربع كوبايه حليب مبخر. والحليب المبخر موجود في السوبر ماركت الكبير، ما لقيتوش يبقى نص كوبايه حليب عادي، ومعلقه فانيليا سايله صغيره، و3 قطع جبنه مثلثات او مربعات، ونص كوبايه كريم شانتيه. قلب كل الخليط مع بعض لحد ما يتقل والقوام بتاعه يبقى زي ما انتوا شايفينه كده، وصدقوني هيطلع معاكم احلى صوص ابيض للسينابون ما شفتهوش في حياتكم، احلى من البراند كمان. شايفين الشكل المبهر الكريمي الرائع، وطعمه وريحته يا جماعه رهيب. نخش بقى على حشوه السينابون. نحط 3 معالق كبار سكر، اي نوع سكر، معلقتين كبار قرفه، ممكن نزود القرفه والسكر زي ما انتوا عايزين. نقلبهم مع بعض ونسيبهم بقى على جنب، ونشوف العجينه بتاعتنا اخبارها ايه. العجينه ما شاء الله اتضاعفت. نحط العجينه على الرخامه ونبدا نفرد فيها فرده مربعه. حاولوا تخلوها مربعه على قد ما تقدروا، وده هيساعدنا ان الرول يطلع كله مقاس واحد. وبعد ما نفرد العجينه ونخليها بالشكل المربع نحط عليها زبده، ونبدا نفرد الزبده دي فرده كويسه جدا على كل ركن في العجينه. ما نسيبش حته في العجينه الا لما يكون عليها زبده. ننزل بعد كده بالحشو اللي احنا عملناه، السكر مع القرفه. نغرق العجينه يا معلم سكر وقرفه، وهو ده اللي بيدي الطعم والريحه في الاخر اللي بيخليها زي العسل. بعد ما فردنا كل الخليط على العجينه هنبدأ نلفها رول دلوقتي حالا. نخبط كده على السكر عشان يثبت مكانه. لفة رول السينابون سهلة جدا، بس اهم حاجة نخلي ايدينا حنينة شوية على العجين، يعني ما تضغطش على العجين، وابدأ لف واحدة واحدة لحد ما يتلف معاك يا معلم، وهيطلع معاك الرول سينابون هتدعيلي. ولو وصلت لحد هنا في الفيديو ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لي متابعة وتعمل لي لايك وادعم اخوك شوية. هنبدأ بقى نقطع الرول ده بخيط، ونقطعه 4 سنتي 3 سنتي زي ما انتوا عايزينه، اي نوع خيط هيطلع معاكم بالشكل الرائع ده. هنبدأ نجيب الصينية بتاعتنا، صينية بقى مربعة مدورة مش مهم، المهم ندهنها دهنة زبدة خفيفة، وننزل عليها بشوية دقيق عشان السينابون ما يلزقش لانه فيه سكريات. ورصة السينابون لازم تكون بعيدة عن بعض شوية، عشان بعد كده هنسيبه يخمر حوالي نص ساعة وما يلزقش في بعضه. بعد ما يخمر هيكون بالشكل الرائع ده. نسخن الفرن بتاعنا على 180 ويكون سخن قوي، وندخل يا معلم الصينيه جوه واتفرج على احلى سينابون هيطلع تاكل صوابعك وراه. في تركايه بس واحده، قبل ما يستوي بدقيقتين هنطلعه نديله وش الزبده زي ما انتم شايفينه عشان يحمر وما يبقاش طري، وندخل يا معلم كل ده في الفرن تاني لمده دقيقتين. وبعد الدقيقتين هيطلع معاك السينابون يملى العين. والله العظيم احلى من البراند بكتير، وهتدعولي، انا عارف ان انتوا هتدعولي. نطلع بقى ونزوق ونروق عليه. بصوا بقى هنحط التوبنج الابيض، الصوص الابيض اللي احنا عملناه، وننزل يا معلم. والله العظيم اتاكل قبل ما يطلع اصلا، حاجه كده تحفه. انتوا اتفرجوا والصوره ابلغ من اي كلام. حط شويه مكسرات بقى، حط صوص شوكليت، في الاخر انت بتدلع نفسك. واللي يقول ان الرجاله ما بتعرفش تعمل سينابون فرجوه على الفيديو ده. اوعوا تنسوا تصلي على الحبيب عشان قلبنا يطيب، ودعوه حلوه لاخوكم، وبالهنا والشفا على قلبكم. سلام.